حلقتنا النهارده حلقة مختلفة جدا. هنتقابل مع شخصية مصرية عقلية فذة، عنده 16 سنة وفي الثانوية العامة. قدر بأقل الإمكانيات إن هو يحصل على لقب تاني أحسن مخترع في العالم. وده اللي هنعرفه مع العبقري المصري الصغير طارق محمود. يلا بينا. يلا بينا. عايزين نعرف انت مودينا فين بالظبط دلوقتي؟ انا دلوقتي هديت الفصل اللي كنت بدرس فيه واللي طلعت منه اول ذره من ذرات اللي تدل ان انا هكون مخترع وتطلع عن موهبتي للعالم كله. فصل الاكتشافات يعني. ايوه بمعنى صح. طب فرجنا بقى. يلا نتفرج عليه. البدايه ابتدت من الاعدادي تقريبا. كان عندي استاذ اسمه زكريا. كنا بناخد تجارب عاديه جدا عن الذره، بس انا ما اقتنعتش ان احنا بناخد ده هو ذره بالشكل المثالي ومش بالشكل اللي في دماغي. ان في كتله توجد في النواه، وان الالكترون ملوش نواه، ملوش كتله زي النواه وبيدور بسرعه. انا شاكك ان الموضوع ابسط من كده بكتير. فقعدت مع نفسي وعملت شويه استنتاجات وعرضتها عليه. قال لي اللي انت استنتجته ده صح، ده بقى علم بعد كده. كنت عايز اعرف ايه الاستنتاجات دي بالظبط يعني. الاستنتاجات بتاعتي هو ان الالكترون بيدور حول النواه في عده اتجاهات مختلفه، مش شكل دائري زي ما كنا بندرسه في الاول. فاستنتجت ده وقعدت اثبته بقوانين، وفي الاخر عرضتها على الاستاذ. قال لي فعلا ده تم بعد كده، بعد نموذج ذره بور، ان في مجموعه علماء يسمى علماء الفيزياء الحديثه اللي هو كان الدكتور مصطفى مشرفه منهم، اثبتوا ان الالكترون بيدور في عمليه ثلاثيه الابعاد في جميع الاتجاهات حوالين النواه. بس فقعدت استنتج بعد يعني على هذا العلم ده حاجات كتير، وفي الاخر قال لي ان اللي انت بتستنتجه ده علم وحقيقي يعني، وفي ناس بتكمل عليه والعالم كله ابتدى يمشي عليه. فهو قال لي خلاص انت سيبك من اللي احنا بندرسه ده خالص، وراح جاب لي الكتب بتاعته من كليه علوم. فكان كليه علوم قسم فيزياء. جاب لي الكتب بتاعته وقال لي اقرا زي ما تحب، واي حاجه مش فاهمها ارجع لي. قعدت اقرا الكتب، الورق بتاعها لونه اصفر قديم جدا. قعدت وركزت وقعدت اشوف لا ده انا كنت فعلا اللي بعتقده صح، ده فعلا اللي الذره ابسط مما احنا بنتخيل. وانعكس ده دلوقتي بقى ده كلها عن ان الكون كله فكرته بسيطه جدا، مش معقد زي ما احنا متخيلين ومش مبعثر، لا بالعكس ده هو منظم جدا وماشي على سيستم وعلى حاجات يعني لما تيجي تحط لها قانون هتلاقي ان ابسط القوانين ممكن تفسر حركه الكون وحركه الذرات. فقعدت ابحث بعد كده، فسالت نفسي، انا قلت ليه انا عندي حصيله معلومات كبيره جدا، ليه ما استغلش المعلومات دي في ان انا احاول نحطها جنب بعض واشوف مشكله اعالج بيها المعلومات والعلم اللي انا درسته ده. بعد كده قابلتني اول المشاكل اللي هو اول فكره اختراع بالنسبه لي، ان حصل الحريق في الشارع. احنا في منطقه تقريبا يعني متوسطه، عربيه الاسعاف وعربيه المطافي ما عرفوش يدخلوا المنطقه. فانا فكرت مش في ان ازاي احنا نطفي الحريق، فكرت ان الحكايه او البدايه بتاعه الحريق لو كانت سيطرت عليها من الاول او في شيء انذر بها من الاول كان كل ده حصل من المصايب وفي ارواح خسرناها. ففكرت ان انا اعمل انذار حريق، خصوصا ان الشعب المصري الطبقه المتوسطه منه ما عندهاش، مش ميسره المال ان هي تشتري انذار حريق تكلفته عاليه. فطورت انذار حريق بيعمل بعد 5 ثواني زي اي انذار حريق موجود في مصر، بطاقه عود كبريت او بطاقه الدخان اللي بتبتدي من اول حاجه من الحريق، وفي نفس الوقت تكلفته بتساوي 10 جنيه. احنا دلوقتي احنا جوه مدرسه طارق اللي بدأ فيها اكتشاف الاختراعات بتاعته. وانا هدخل اتعرف على استاذ صفاء اللي اكتشفت موهبه طارق. يلا بينا. يلا. هو
هو طارق من التلاميذ يعني ممتازين ومتميزين أدبيا وعلميا. وأنا صراحة اكتشفت طارق بالصدفة كده، كان بيتجول في المدرسة هو وزميل ليه وكان معاه جيتار. فأنا كمدرسة كنت يعني بديله في الفصل، يعني لفت نظري الجيتار ده، فندهت له سألته، قلت له يا طارق أنت عندك موهبة الموسيقى وبتعرف تعزف على الجيتار؟ قال لي اه يا ميس، ده أنا عندي موهبة الموسيقى وبعرف أعزف كويس على الجيتار، وبابايا كمان يعني بينمي فيها الموهبة دي، وأنا كمان عندي يعني مخترع وبخترع، عندي اختراعات علمية كتيرة قوي. فبصراحة لفت نظري الكلام اللي هو قاله، فابتديت بقى ايه أشجعه. وفي الحقيقة من حوالي 4-5 سنين مسكت الأنشطة بالمدرسة، فقررنا إن احنا نتبنى الموهوبين. فالناس اللي معانا في الأنشطة قررنا إن احنا ندور عليهم، فدخلنا الفصول وبدأنا ناخد أسامي اللي عنده موهبة، وبدأنا نكتشف كل واحد يجيب 3-4 في اليوم، لغاية ما جت الله صفاء في يوم من الأيام جابت لي طارق. طب ايه الفكره عند حضرتك يعني ان انت تفكر اساسا انك تعمل حاجه زي دي؟ لان دي حاجه غريبه جدا يعني عندنا هنا في البلد، ان مفيش حد بيشجع حد على حاجه، فاهم، يديله بوش حاجه كويسه. عندنا موهوبين مهضوم حقهم في البلد فعلا، وعندنا طلبه موهوبه جدا في حاجات كتيره جدا، فقررت ان انا اكتشفهم. فاكتشفت في اكثر من 70-80 واحد في الرسم وفي الغنى وفي الالقاء وفي الشعر، فكانوا خليط. فبدات اجمعهم يوم في الاسبوع، وثبتنا اليوم ده، بقينا نتقابل مع بعض كل يوم في الاسبوع حصتين، وعلى علم اداره المدرسه. بدات انميهم واقول لهم انت ذاكر الحته الفلانيه، انت اعمل كذا، انت طور الحته الفلانيه. بدات ابلغ الاداره بدات تحضر معايا حتى سنه اولى، يعني بقيت في جيل في سنه اولى وجيل سنه ثانيه وجيل في سنه ثالثه. يعني طارق معانا من سنه اولى، طلعنا بيه ثانيه وهو دلوقتي في ثالثه. بدات الناس تسمع ان بقت الاداره تيجي عارفه حافظه اليوم وحافظه الميعاد، بقى يجي يحضروا معانا. دي بدايه القصه مع طارق. لكن معانا ثاني ناس موهوبه، مش طارق بس على فكره، احنا بنتمنى كل الموهوبين اللي معانا، ومن كل واحد مثلا نجيب له صحفي او واحد في تخصصه يتبناه. عندنا واحد بيعمل بالنحت، بينحت بالصلصال، برضك وصلنا له واحد مشهور في البلد بدا يتبناه، وهكذا. لكن طارق الحمد لله يعني هو برضك والده بيساعده في البيت اكتر مننا. حضرتك شايف ان ممكن اساسا نقدم مساعده مثلا لطارق او غيره باي حاجه، فاهم، ممكن حد يعملها؟ والله يا ريت، احنا سعداء بما على قد ما نقدر، لكن واضح ان احنا لما كنا بنبلغ المسؤولين برضك كلهم مساعدتهم محدوده. يعني انا كنت عايز حد يتبنى طارق، مثلا حد اقتصادي، حد استثماري يقدر يستفيد من طارق، عشان طارق عايز يفيد البلد. طارق ميزته انه مش عايز يخرج بره البلد او يروح اي بلد ثانيه يعمل حاجته دي بره، عايز يعملها جوه البلد. على فكره اتعرضت عليه ان حد يشتري منه اختراعاته من بره، هو رفض. فهو عنده الاحساس ده والانتماء ده، ليه موته عنده. ففعلا محتاجين حد يعني يتبنى مشروع الاختراعات وينفذها في البلد، هو عايز كده. لكن احنا كاداره حاجه محدوده، يعني احنا بنديله تشجيعات بسيطه، بتوع الاداره نفس الحكايه، ما حدش يملك القرار ان هو الولد ده يبقى حاجه كبيره. انا بتوقع له كمان 10 سنين ان شاء الله ياخد جائزه نوبل باذن الله. في الاول كان في رئيس قسم الفيزياء احبطني احباط تام في المدرسه، احبطني احباط تام، وقال لي ايه اللي انت عامله ده، وراح زق لي الجهاز بايده كده. عادي يعني، في الاول زعلت، بس بعد كده يعني والدي قال لي معلومه حلوه قوي، قال لي بص، الناس اللي هتحدفك بالطوب حط الطوب وحط فوق بعض واطلع عليه، يعني اعمل منه سلم واطلع عليه. بس فقعدت، طبعا الاستاذه صفاء شافت اول مره معايا، كانت شافتني دكتوره، انا كنت مهتم بالموسيقى لان حاسس ان هي فعلا الغذاء الاساسي للروح هي والقراءه.
لا انا كمان بحب الموسيقى يعني، بس بحب الموسيقى مش اللي هي الصخبه بتاعت الشباب، بحب اللي هي باخ بيتهوفن كده. ف من هنا بقى ابتدت بقى الحكايه، واستاذه صفاء قالت لي انا هوديك للمسؤول الموهوبين. انا ما كنتش عارف ان في موهوبين اساسا في المدرسه. رحت لقيت عددنا تقريبا كان 70 موهوب، حاجه مشرفه. بس تقريبا انا كنت المخترع وكان في مخترع تاني معايا. بدات بانذار حريق ودخلت الحفله بتاعه المدرسه واتكافئت مكافاه كويسه يعني. وبعد كده بقى المكافاه دي ولقيت الناس كلها بتقول ده اختراع فعلا يعني افكتيف في المجتمع، وهيبقى ليه حاجه كده، خصوصا ان هم اعجبوا ان انا بخاطب الناس اللي هي المتوسطه. ف بعد كده قلت بقى خلاص انا شكلي هستمر في الطريق ده، فانطلقت. لازم الولد ياخد موهبته، بالعكس الحاجات دي بتخلي الولد ينضج. الاولاد اللي عندي موهوبين فكرهم مختلفين عن البيت المدرسه، بيطلع الطاقه السلبيه بتاعته، وعندهم فكر نضج وعندهم نضج في الفكر غير الطلبه الثانيه. قاعدين مع طالب عادي وطالب متفوق وطالب موهوب، الفكر مختلف تماما، ده دماغ وده دماغ حقيقي. حتى في التعامل مع المشكلات، التعامل مع الحياه، المواقف الحياتيه مختلفه تماما. ولد تكلمي ولد ناضج، تكلمي مع طارق كده مختلف، تكلمي مع اي واحد طالب في سنه ما عندوش الفكر ده. الموهبه هي اللي خلته كده. عشان كده فعلا الموهبه في غايه الاهميه، عشان بيخلي الطاقه بتاعته تطلع. كل واحد في الدنيا موهوب، بس ما حدش عارف الموهبه لسه ما تمش اكتشافها، او اكتشفوها والاهل دفنوها. في كارثه ان اولياء الامور بيدفنوا المواهب بتاع اولادهم. يبقى ابنه موهوب يقول له لا ذاكر اهم حاجه، هم يذاكر ويمارس موهبته. فدايما احنا كشعب مصري نموت الموهبه عندنا عند اولادنا، بالعكس ربنا خلق كل واحد عنده موهبه، بس نقدر نستغلها صح. انا شايفه ان انت معاك ورقه من اول حلقه اساسا متمسك بيها جدا، ممكن اعرف الورقه دي فيها ايه بالظبط؟ دي ورقه، شايفه دي جريده؟ دي جريده الاهرام. صورتي جنب هيثم الدسوقي وجنب جهاز الفيروس سي. تقريبا خدت فكره عن الجهاز ده. اتبسطت قوي اول حاجه شفتها كده الصبح من صورتي في الجرنان. يعني بتحس، يعني مش بحس بنجاح جامد قوي، لكن بحس ان في حاجه يعني اهو، يعني المجتمع ابتدى يبص. بس انا يعني حتى الجورنال او اطلع في اللقاء التلفزيوني بيسعدني. يعني حتى لو ما نفذتش اي اختراع، ما عملتش اي حاجه من اللي عايزهم، عايز مجرد بس ان اولادي وحتى اصحابي اولادهم يشوفوا ويقولوا ده كان في كذا، دلوقتي الظروف اتغيرت، احنا ممكن نعمل احسن من اللي عمله طارق وكذا. مش حاجه هتحزني ان يكون في مثلا 1000 طارق في المدرسه، ده بالعكس ده حاجه تبسطني. وانا في المدرسه كلمت استاذ عبد العزيز وقلت له عايز تتكلم مع الاساتذه بتوع العلوم، تخرج لي من كل فصل حتى طالب واحد ليه ميول علمي، وانا اوجهه واقول له حتى تروح فين اكاديميه البحث العلمي، تشتغل ازاي، طب عايز تشتري حاجه تعملها ازاي، انا احاول اوجهه احطه على الطريق. وانا لو حطيته على الطريق اكني بالظبط ظبطت الزنبلك، هو يمشي بقى لوحده خلاص. يعني هو بس الفكره فين النقطه، فين الطريق، ازاي اسال كلمه ليه. ايوه بس خلاص. يعني دي تقريبا يعني حاجه اسعدتني قوي، اول حاجه اشوفها الصبح كده صورتي يعني. اصحابه كانوا مبسوطين بيه جدا ان هو زميلهم في الفصل وكان هو يعني وكانوا بيشجعوه فعلا. وبعدين احنا كمان يعني كمدرسين ليه في المدرسه ابتدينا نعرض نموذج طارق ده في المدرسه، وابتدى فيه بقى نكتشف طلبه كمان مخترعين في المدرسه وعندهم افكار، وابتدينا ان احنا ننمي فيهم المواهب دي. احنا دلوقتي في معمل طارق اللي احنا شايفين فيه شويه حاجات غريبه كده زي ما انتم شايفين. وانت بتعملي ايه يا ايلين؟ بلعب في الحاجات بتاعه الطرق. برافو عليكي. ايه ده انا هجرب انا كمان بقى من نفسي. نجرب كمان نشوف ايه اللي هيحصل. اخترع.
لا انا هبطل امسك حاجه مش بتاعتي تاني. احنا بقى نشوف طارق وهو يجي يعرفنا على الحاجات اللي احنا مش عارفين فيها اي حاجه دي. احنا دلوقتي يا جماعه جينا المعمل عند طارق، هيفرجنا على الاختراعات بتاعته كلها، وبالذات اخر اختراع اللي هو اخدت عليه احسن تاني مخترع في العالم. زي ما قلت الاختراع هو عباره عن كيفيه حل ظاهره الاحتباس الحراري، وكيفيه توليد طاقه كهربائيه وميه عذبه وغاز طبيعي واسماد واملاح واحماض من الظاهره. فممكن بالمقاومات دي نزرع بها اراضي زراعيه تبتدي تمتص اكبر كميه من غازات الدفيئه الموجوده في الغلاف الجوي، وتردها لنا الى طبعا اول حاجه محصول عشان يسد المجاعات الموجوده في العالم. وبالنسبه للغازات فهي هتدينا غاز الاكسجين وتقلل نسبه التلوث الموجوده في الغلاف الجوي. اول حاجه ان باخد الماء من البحار عن طريق طلمبات بتطلع حوالي 21 متر مكعب في 21000 متر مكعب في اليوم. باخد الامتار المكعبه دي من الماء وبعد كده ادخلها في المحلي المائي. المحلي المائي ده بيعمل بالطاقه الشمسيه صباحا عن طريق عدستين. اول عدسه مهدبه، والثانيه عدسه هي منشور ثلاثي، فبيجمعوا الضوء ويوصل درجه الضوء فيه الى 300 درجه سليزيه، قادره ان هي تبخر الميه بتقنيه اعلى. فبحصل منها على ميه عذبه، وبحصل منها على املاح تسمى الاملاح البحر اللي هو كلوريد الصوديوم ملح الطعام وكلوريد بوتاسيوم، وفي بعض الاملاح تسمى املاح الكرنلايت لكن دي بتبقى موجوده على الصخور. ده بالنسبه للصبح طبعا عشان وجود اشعه الشمس. اما بالليل بستخدم الطاقه الحيويه اللي بتعتمد على استخدام المخلفات الزراعيه او المنزليه او الصناعيه تحت ضغط ودرجه حراره معينه، فتنتج لي غاز اسمه البيوجاز. البيوجاز ده قريب من الغاز الطبيعي. في الاختراع رقم 3 ببتدي ان انا افلتر الغاز ده واوصله ل 95% زي الغاز الطبيعي، وفي الاخر بحصل على نسبه ميثان تصل الى 95% زي الغاز الطبيعي اللي بيتوصل بالبيوت، وممكن يكون احسن كمان. وفي نفس الوقت بعد ما البكتيريا بتموت بحصل على أسمدة زراعية فيها مواد نيتروجينية عالية الجودة. إذا أنا حصلت على إيه؟ أول حاجة حصلت على طاقة كهربية من الخلايا الشمسية الموجودة في المنظومة. تاني حاجة حصلت على مية عذبة من المحلي، وحصلت منها على أملاح بحللها كهربيا، بحصل منها على الصودا الكاوية، وبحصل منها على حمض الهيدروكلوريك. وبالليل باخد غاز طبيعي وباخد سماد. بالتالي بكل المقاومات دي ممكن ازرع اي ارض صحراويه، الارض دي تطلع لي نبات تسد المجاعات اللي في العالم، وفي نفس الوقت تسحب اكبر كميه من الغازات الدافئه الموجوده في الغلاف الجوي. وبكده يبقى انا حليت ظاهره الاحتباس الحراري من مشكله الاحتباس الحراري، وفي نفس الوقت ساعدت ناس تانية ان هي تقدر تتعايش في ظل المجاعات اللي انتشرت في العالم. انا شايفه في حاجات كتير قوي. ماشي. هو في عندنا ده روبوت لسه بيتعمل. ده روبوت بيعمل على كل المهام اللي بتعملها سيدة البيت. بيمسح الارضيات والحوائط الصحون كل حاجه. ده لسه القاعده بتاعته، ده لسه تحت الانشاء لان هو عايز شغل كتير. في انا ممكن اوري حضرتك تجربه بسيطه بس عن ممكن اتفرج. طورنا اللي احنا نوع معين. حاجات بقى التجارب اللي انت المفروض بتعملها يعني في المعمل بتاعك. ده نوع معين من الاملاح. هو حضرتك وانا بستخلص منه نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون، ودي كانت فكرة يعني قريبة من فكرة ان انا استخلص نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون من المخلفات عشان احصل على الغاز الطبيعي. بس كده تقريبا نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون كلها خرجت، ودي كلها مواد لا تحتوي على غاز ثاني اكسيد الكربون وبقت كربونات. اذا الاملاح بتاعت البحر دي ملح بحر. الملح ده هيبقى سماد قوي جدا يقدر ان هو يزود التربه باملاحه تقدر تزيد من خصوبتها. بالنسبه للاختراع الاخير بتاع كيفيه حل ظاهره الاحتباس الحراري، ده اخدت الميداليه الفضيه في المعرض الدولي الرابع للاختراعات، وصنفت تاني احسن مخترع في علوم البيئه والطاقه. والمخترع الاول هو روسي عنده 77 سنه، فكان ذهول شويه عند الجماهير هناك ان الفرق ما بينه وبيني ان انت عندك 16 سنه 60 سنه تقريبا. ودي صوره مع دي كانت الجاليه المصريه هناك. حققوا ميداليات كتير جدا. انا هو اللي على اليمين جنب استاذ اياد الخرافي رئيس النادي العلمي الكويتي.
وكان برضو حضر في المؤتمر ده الامير حمد بن جابر احمد الصباح، وده وزير الاعلام هناك في الكويت. ونلت برضو اعجاب كتير جدا، ما كانش مصدق ان انا عندي 16 سنه لغايه ما حلفت له ان انا عندي 16 سنه، فوافق قال لي خلاص يبقى انت كده حقيقي. انا عايز اوريك كمان انا في 2 روبوت غير الروبوت ده روبوت رقم 4. ما ممكن اتفرج. اوكي ممكن. الروبوتات دي زي يعني اللي انت حاطه ده ولا؟ ده لسه هيبتدي هيكون روبوت، يعني هيكون حجمه قد ايه؟ الحجم ممكن يكون متر في متر او ممكن يكون اقل من كده كمان، خصوصا ان الروبوتات كل ما بتكون صغيره كل ما بتتميز بدقه عن يعني العالم كله بيبص لها بناحيه تانية. والوقت اللي اخدته عشان تعملها قد ايه؟ كل واحد منهم؟ لا الوقت دي تبقى على حسب الظروف، يعني على حسب انا خلصته ممكن الفكره كلها تيجي في يوم، لكن مجرد تهذيبها بيحتاج فتره طويله. ممكن علشان انفذه ممكن ياخد تقريبا شهر او ممكن اكتر بكتير من شهر. علشان ابحث فيه ممكن ياخد سنه كامله. لا الموضوع مش ملوش علاقه بالوقت خالص. فانا عايز اوريكي الواحد تقريبا. عايز اعرف انت بتحدد كمان كل فكره ازاي؟ الفكره في الاختراعات بتاعتك. الفكره بتيجي يعني ممكن تجيلي وانا نايم، اصحى اقوم اكتبها وانام تاني، لكن احددها ازاي؟ فهي بتكون اول فرصه ان انا بقعد ادور، يعني بشوف ايه المجتمع بتاعي عايزه، دي اول حاجه بدور عليها. ايوه ده روبوت كشف مومياء. كشف مومياء؟ يعني هو بيخش جوه الهرم زي اللي كان جابه الدكتور زي حواس، وبيتم بيحدد الاشياء ويشوف ان دي عمرها وصل لقد ايه ودي ترجع لتاريخ وعصر قد ايه. اهو هو ده كان لسه مرحله التجريب بتاعته. هو بيتحرك فيه هنا جهاز اسمه GPR بيتحط بيكشف الحاجات اللي تحت الارض. هو ممكن ننزل منحدرات عاليه جدا وحجمه صغير خالص، يعني حجمه بسيط قوي. حجمه قد ايه ده؟ حجمه 30 سنتي وارتفاعه تقريبا 15 سنتي. 30 سنتي عرض و15 ارتفاع. خدت وقت قد ايه عقبال ما عملته؟ خدت ده تقريبا شهر كامل. كنت عايزه اعرف منك يا طارق ازاي بتوفق بقى بين المذاكره وبين الاختراعات اللي انت بتعملها؟ اولا انا بيبقى في فتره اجازه كبيره جدا. في فتره الدراسه ببتدي اجمع الافكار اللي انا عايزها واحطها في ورقه، وفي اول الاجازه ببتدي بفتح بقى الكشكول اللي انا جمعت فيه افكاري ده، وابتدي اشوف ايه الانسب اللي هتنفذ في الفتره اللي قدامي دي الاجازه دي، واحاول انفذها. ابتدي ابحث وابتدي اشتغل اسلوب البحث العلمي اللي انا اتكلمت عليه قبل كده. لكن في الدراسه يعني ما بخشش خالص في الاختراعات عشان بس ابقى افضل مركز في الدراسه. لكن ان شاء الله لما اخش الجامعه السنه الجايه هيبقى في بقى فرصه متاحه كبيره جدا ان انا هيبقى الجامعه فيها معامل اقدر اخشها واقدر اطلعها واقدر اشتغل في اي فكره او اي بحث في دماغي بامكانيات اكتر، امكانيات على مستوى الجامعه بقى ومعامل جامعه، مش معامل حتى مدرسيه او معامل بسيطه زي المعمل ده. يعني انت نفسك تدخل جامعه ايه او تدرس ايه بعد كده؟ هو انا نفسي اخش الجامعه الامريكيه علشان الناس دول سبقونا بسنوات ضوئيه، فانا نفسي اعرف هم يعني ايه اللي سبقونا فيه واحاول انا اسبقهم واطبق اللي انا سبقتهم فيه ده هنا، بحيث ان احنا نحاول نختزل الوقت. يعني طبعا مش انا مش الجيل بتاعي حتى ولا الجيل اللي بعدي هو اللي هيوصل لامريكا، لكن يعني نقدر نقول حتى لو انا والجيل بتاعي والجيل اللي بعدي قدرنا ان احنا نحط اسس بس يمشوا عليها اللي بعدينا، في اقرب وقت ممكن نوصل لهم ونبقى اكتر منهم. فانا عايز اشوف هما بيدرسوا ايه، يعني زي ما بيقولوا ادرس لغه عدوك. فانا عايز ادرس علم مش عدوي، يعني مش عدوي، انا عايز ادرس العلم بتاعهم اشوفه وصلوا لايه علشان اوصله هنا في مصر. دي حاجه، وتاني حاجه يبقى في جيل بعد يقدر يطوره، ويبقى الجيل الرقم 3 اللي جاي ياخد بقى كل حاجه على الجاهز. هيلاقي مجالات كتير قدامه اتفتحت، هتلاقي ان الدنيا قدامه وصلت ان هو اتحط في مكانه الصح وسط العالم، الناس اللي بتفكر باسلوب علمي معين، وان شاء الله يبدعوا ويبقوا هم بقى اللي اسبق من امريكا واسبق من اي دوله على العالم، لان مصر ولاده حقيقي يعني.
الكيمياء كانت السنه اللي فاتت. الكيمياء بحبها جدا، يعني بحس ان هي تقريبا كل حاجه. بحب الفلك، مهتم بيه الفتره اللي فاتت جدا. عايز اعرف الكون اتعمل ازاي، يعني انا حاسس ان انا يعني موجود علشان اعرف الكون ده اتعمل ازاي، وانا حاسس ان كل الحاجات اللي اتبنت عليها الكون وكل القوانين كلها بسيطه ومش معقده زي ما هم فاكرين، اللي هي مش حاجات صعبه جدا وثقوب سوداء وفي حاجات بتتغير والكون بيتمدد. ده كل الكلام ده مثبت علميا صحيح، بس انا شايف ان درجه التعقيد اللي ظاهره للناس مش هي الدرجه الاساسيه، اللي هي الكون مخلوق ببساطه وبروعه وبنظام جامد جدا. ونقدر نقول ان الفلك ده وعلم الفضاء ده تقريبا هو العلم اللي بيخلينا نبص لقدام، وهو العلم اللي ساعات ما تعرف ايه اللي ممكن حاجات تحصل في الفضاء ممكن تغير على كوكب اللي انت عايش فيه بالقوانين دي، زي النظريات النسبيه الخاصه والنسبيه العامه كده. ايوه، انا شايفه ان انت الاوضه عندك كلها تقريبا يعني او المعمل حاطط عليه كله نظريات، اشمعنى يعني؟ ما هو لازم انا علشان ابني فكره اختراع او ابني فكره نظريه لازم اشوف الناس اللي سبقوني. معنى صح، زي ما بنيجي نبني بيت ما بنبنيش بيت وخلاص، ده في اساس لازم يتبني. فانا لازم اعرف الاسس دي، اعرف ازاي مشيت، ازاي اعرف القوانين واعرف الاخطاء، اعرف الفروض. والاخطاء بتاعت مثلا علماء الفيزياء الكلاسيكيه لهم اخطاء كتير جدا، لما جم علماء الفيزياء الحديثه جددوها. الاخطاء دي تفيدني، تخليني اتجنب الفكر اللي هو اللي بيبص على نقطه واحده من جانب واحد. لكن في الفيزياء الحديثه ان هم بيبصوا لحاجه من كذا ماده، بيحطوا فروض كتير جدا، حتى فروض ممكن تكون متضاربه ومتناقضه، كل فرض غير الثاني وكل ده ضد ده وده ضد ده بوجه نظر كتير جدا. فده فتح لهم باب كبير. وطبعا الفيزياء الحديثه دلوقتي وصلت الى اكتشاف حاجات كتير جدا بسبب اسس العلماء دي. فانا لازم ادرس الاسس وادرس اخطاء اللي قبليهم وادرس حتى هم برضو بيخطئوا لان الانسان خطاء بطبيعته. ادرس كل الحاجات دي علشان اتجنب الخطا او يكون مرجع اساسي ليا، لان انا مش هشتغل من علم من دماغي، انا هشتغل من علم ابتدى من قبل الميلاد. ممكن اعرف برضو تكلمني عن الميداليه الموجوده دي، يعني اخدتها منين؟ الميداليه دي خدتها من معرض الدولي الرابع للاختراعات في الكويت. اسم المسابقه IIFME. انا قدمت 3 مرات، في اول مرتين رفضت. ده اخر معرض انت رحته؟ على فكره التقديم المشروع بتاعك بيخش مراحل كتير جدا تصفيات. احنا كنا 1200 تقريبا مشروع، هم 200 مشروع اللي اشتركوا من 35 دوله في العالم. كنا حوالي 8 مصريين وده عدد كبير جدا، يعني الجروب المصري كان كبير جدا. ده يدل طبعا ان العلم في مصر حتى لو كان بدائي لكن برضه في ناس بتتطلع على كل ما هو حديث. رحت هناك ما قابلتش اول مرتين، طبعا كان في اكيد تقصير مني انا، يعني مش هقول تقصير منهم لان هم بيجيبوا خبراء اجانب وعلماء اجانب ومن جميع مختلف العالم، يعني حتى في التحكيم لجنه تحكيم عالميه. بتخش بمراحل كتير، مرحله تصميم ومرحله علم ومرحله هندسه ومرحله اقتصاد، فلازم اختراعك يعدي من كل الحاجات دي. فاول مرتين ما عداش، ثالث مره عملت نظريه بتاعت هي اسمها نظريه طاقه الكوارث، يعني انا عامل لها اسم نظريه. دخلت بالمشروع بتاع حل مشكله الاحتباس الحراري لقيت الحمد لله بعتوا لي وقالوا لي مبروك انت فزت والبروجكت بتاعك اكسبت في المؤتمر بتاعنا، وبعتوا لي كل حاجه. وفوجئت حتى انا لما نادوا اسمي قالوا انت طارق، يعني انا كنت رايح اساسا مش علشان اخد جايزه ولا حاجه، انا كنت رايح بس عشان اعرف المعارض العالميه شكلها ايه. فما قالوا طارق محمود انا فضلت حوالي نص ساعه متثبت على الكرسي مش عارف هل ده اسمي ولا لا، وكل بيقول لي قوم خد الجايزه وكده. فقمت لقيت استقبال يعني من السيد اياد الخرافي وحمد بن جابر احمد صفاء الشيخ. قالوا لنا انا ممكن اوريكي يعني حتى صوره هنا كده مع الجروب المصري. طبعا يعني كنا عددنا كبير جدا، ودي يعني تقريبا كانت اكتر حاجه يعني مخلياني حاسس ان انا مش خايف حتى من ان انا كل لوحدي في بلد غريبه وكده، خصوصا ان انا اول مره اسافر. لكن اطمنت، كلهم حتى يعني كلهم اكبر مني كانوا بينصحوني يا طارق اعمل كذا، طارق حاول تظبط من الحته دي، اما يجي معاك الفحص الفني ما تناقشوش بصوت عالي، حاجات كتير يعني. هم الصراحه
كانوا بيرشدوني اكن يعني ابنهم الصغير او اخوهم الصغير، يعني عشان برضه فيهم ناس صغيرين. في خالد النمس ده كان في نجوم العلوم، خد برضه ميداليه برونزيه. وفي دكتور محمد برضه دكتور نسا خد ميداليه برونزيه. كان الجو حلو كده، اسري شويه، كلنا بنفطر مع بعض، كلنا مهتمين، وكنا يعني كلنا حتى حزننا بسبب الاحداث اللي حصلت. كان في احداث الفتره دي، في ناس ماتت، كان تقريبا 34 واحد ماتوا في الفتره دي بسبب اعتصامات وكده. كلنا كنا حزنانين، بس اللي اجمل ان تلاقي الهندي جاي يقول لك ما تزعلش، مصر دوله كبيره، وتلاقي الاسباني جاي يقول لك ما تزعلش، والالماني والانجليزي والبريطاني من كل دول العالم جم يعزونا في الناس اللي ماتوا، لهم ما تزعلوش، يعني ان شاء الله مصر هتبقى احسن وكده. فاما يعني واحنا في مصر الواحد ما بيحسش قيمه مصر خالص، يعني يحس ان هي دوله قليله في المنطقه، لكن لما خرجت بره مصر، يعني دي مصر، يعني لما كنت بكلم الراجل كنت بقول لي دي مصر، انت بتتكلم في ايه؟ يعني ام بمعنى الكلمه، ما حسيتش بالحته دي غير لما خرجت بره. وانا اول اساسا ما طلعت بالطياره يعني حسيت بالندم، قلت انا عايز ارجع، وقفوا الطياره دي عشان انا عايز ارجع. اول ما طلعت، مع اني كنت هموت واسافر من بدايه حياتي، عايز اسافر، عايز اشوف العالم اللي بره. اول ما طلعت بالطياره من مصر في المطار قلت له لا، انا حسيت بندم كبير وقلت عايز ارجع. وكنت يعني قعدت هناك كنت ببكي، عايز ارجع في اي وقت واقعد اشغل الاغاني الوطنيه، يعني احس انا ليه عملت كده، انا ايه الغلطه اللي انا سببتها دي. بس كل في الاخر ده هون عليا ان انا رجعت لمصر بميداليه. نعم، ما فيش حد استقبلني في المطار هنا، ولا حتى السفير المصري في الكويت جه حتى استقبلنا وبارك لنا على الانجاز اللي احنا حققناه في دوله عربيه وفي وسط 35 دوله اجنبيه. بس كل ده مش مهم، كويس، انا حاسس ان انا خدمت وطني، وحاسس ان ده لسه اقل حاجه لسه هقدمها لها، يعني لسه في كتير، مش هي دي بدايه، يعني مش دي النهايه، دي البدايه بالنسبه لي. طب يا طارق، مع اخر كلمه جميله انت قلتها لنا النهارده، احنا هنختم حلقتنا على الكلمه دي، ونتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، وتبقى في احسن حته. شكرا جدا. وبكده هتكون خلصت حلقتنا النهارده مع المخترع الصغير طارق، على امل ان احنا نلتقي بيه كمان 10 سنين لما يكون خد جائزه نوبل ان شاء الله. يلا بينا. يلا.